طب انا هجاوب سريعا على اسئله بتسالي، خصوصا من الناس اللي مش عايشه في مصر وما تعرفش الريجوليشنز او القواعد التنظيميه الخاصه بالشراء والبيع، وخصوصا مع المطورين. طيب انت لما بتيجي تشتري مع مطور، اول حاجه لو مشروع خلصان، سوري خلينا ناخد الخطوه قبلها. لو بتشتري مع مطور لسه بيطرح، في حاجه اسمها اي او اي اللي هو اكسبريشن اوف انترست. باختصار اكسبريشن اوف انترست يعني انت بتبين حسن نوايا، او بتقول ان انت مهتم بالمشروع ده. فبياخد منك حاجه اسمها جديه حجز. هو الاي او اي ده هو جديه الحجز. بياخد منك شيك، الشيك ده بيتراوح بقى من 50 70 100. في بعض المشاريع زي راس الحكمه وفيدا راد سي، وصل الاي او اي لو انا متذكر صح المليون جنيه، شيك بمليون. في مطورين بيصرفوه وفي مطورين ما بيصرفوش الشيك ده، وفي ناس بتطلب تحويل، وبيقول لك يوم الطرح هتيجي تختار وحدتك. لو ما اخترتش وحدتك او ما عجبكش حاجه، بتاخد المبلغ ده او بتاخد الشيك بتاعك. هما بياخدوا الشيكات دي عشان خاطر يعملوا بيها زي حجوزات او اسبقيه للناس اللي هتحط الشيكات مقابل الناس اللي هتخش الوك انز. بيضمنوا يعني من الاخر ان يوم الطرح هيبقى فيه زحمه، وهيبقى فيه عدد معين من المهتمين بالشراء. فده اول كونسبت، او ده بدايه الطريق كده. اول حاجه ده بسم الله الرحمن الرحيم. بافتراض ان انت عجبك احد المشاريع، او عجبتك احدى الوحدات جوه المشروع او احدى المشاريع، بتدفع بعد كده غالبا، بتمضي زي عقد مبدئي او اتفاق مبدئي ان انت خلاص عايز وحده 1 بيدروم 2 بيدروم 3 بيدروم ايا كانت هي ايه. بعد ما بتختارها وبيعمل لك كده زي عقد كده ابتدائي، او مش عقد ابتدائي، زي كده موافقه مبدئيه، وبيحط فيها بقى، خد بالك هنا برضو دي من ضمن الحاجات اللي الواحد ما بياخدش باله منها. بيحط لك شرط في الورقه دي اللي هي قبل العقد، ان انت لو رجعت في كلامك جديه الحجز اللي انت حطيتها هتتخصم منك. فانت لو حاطط 100,000 200,000 مليون نص مليون، ممكن يقول لك الفلوس دي هتروح عليك لو انت رجعت في كلامك بعد كده. برضو ايه بيربطك. هو كل الدايركشن او كل الاتجاه ان هو يحاول يقفشك. وقعت في الخيه، كل سنه وانت طيب. وقعت في الخيه انت كده خلاص لبست، كل سنه وانت طيب. طيب هتيجي تمضي العقد. بنسبه 99% من العقود مجحفه الى اقصى الحدود. بعض المطورين النهارده بيحطوا شروط تعجيزيه ان انت كمان ما تقدرش تبيع قبل سنتين او قبل ثلاثه، او ما تقدرش تعمل تنازل. بيحطوا شروط جزائيه ان انت لو رجعت في كلامك هتخصم 10%، 15%. بعض المطورين بيحطوا 20%. ليه؟ عشان خاطر برضو لو فكرت واتجننت انك رجعت في كلامك وحسيت ان انت اتدبست او مش هتعرف تكمل، لا يا حبيبي انسى. كل سنه وانت طيب. وللاسف بيحط بند مهم جدا في العقد اللي هو بيقول لك فيه ان انت ما تقدرش، ان انت موافق كمشتري ما تقدرش تختصمه في المحكمه. فهو كمان بيلغي لك الحته دي. فما تقدرش حتى ان انت تروح ترفع عليه قضيه في المحكمه عشان انت ماضي ان انت متنازل عن حقك ده انك تقاضيه. فدي مشكله تانية. مش عارف العقود كلها فيها كده، بس انا شفت عقود كتير فيها البند ده. فانا بديكوا شويه كده ايه، امثله. طيب واحد ناصح بقى يقول لك ايه، طب انا مش موافق على العقد. خلاص يا حبيبي مع السلامه. بمنتهى البساطه انا بقول لك اهو، بعد ما دفعت الفلوس يقول لك انا العقد ده اسطمبه، ده تمبلت، ده فورمه ما بتتغيرش. لو اتشقلبت على ايديك ورجليك الفورمه دي مش هتتغير. فالعقد كده كده بيبقى مسطره بيتطبق على الناس كلها من كل المطورين. خلاص ما عندهمش القصه دي، وهم يعني انت مش هتعرف تنافسهم في القضاء. دول معاهم جيش من المحاميين والخبراء القضائيين في القانون. فما تحاولش تمشي في السكه دي، مش توصل لحاجه للاسف. لسه الريجليشنز في مصر ما بتحميش المشتري، للاسف الشديد خالص. يعني انا ما سمعتش ان في حد عمره وصل لحاجه غير بالطرق الوديه. هتخش في سكه النوش مش هتعرف توصل لحاجه. طيب تعالى بقى بيع. تعالى بقى قول انا خلاص لقيت حد يا عيني مقتنع وحابب الموضوع او حابب المشروع او حابب الوحده والموقع والكلام ده.
فبيع له الوحده بتاعتي او اعمل له تنازل. مفيش تنازل، فتضطر ان انت تروح تعمل زي توكيل في الشهر العقاري وعقد ابتدائي، بس من غير ما تعمل تنازل. ليه هم موقفين التنازل دلوقتي؟ في مطورين كتير بيعملوا الحركه دي، يقول لك انا موقفين التنازل. طب انا يا عم انا جالي مشتري، طب انا هفضل قاعد مستنيك لغايه ما تفتح التنازل؟ لا ماليش دعوه، انا مش فاتح تنازل. في مطورين بيقعدوا بالشهور قافلين التنازل. فبيبقى الحل البديل ده لو عرفت تقنع المشتري ان هو تعمل له توكيل مسجل في الشهر العقاري ان الوحده دي بقت بتاعته. طيب بافتراض ان المطور فاتح التنازل. المشكله النهارده ان مصاريف التنازل في مطورين موصلاها لارقام خزعبليه. يعني انت بتتكلم مثلا على وحده مثلا ب 10 مليون جنيه، 5% في المتوسط يعني 500 الف جنيه. مبلغ مش قليل، ده مصاريف تنازل ولازم هتدفعها، واللي هيشتري هو اللي بيدفعها. فاللي بيشتري ده هيقول لك ايه؟ طب انا هدفع عموله 1.5% للسمسار، ده بافتراض ان في سمسار، وهدفع 5% مصاريف تنازل عشان مصاريف التنازل على المشتري. طب انا هنعمل انت بايه؟ طب ما اروح وهدفع بلك فلوس كاش عشان اكمل قسط. طب والفرق اصلا كام؟ والفرق اصلا ما يستحملش كل ده. طب ما انا اروح اقسط مع الراجل مع المطور نفسه، بدل ما اكمل الاربع سنين قسط وادفع لي كاش 3 4 مليون دلوقتي، طب ما اروح اقسط ادفع له 10% بس، 5% دلوقتي و5% بعد 3 شهور، يعني اجمالي 10%، يعني مليون جنيه على 6 شهور، وبعد كده اقسط يحلها ربنا على 10 سنين. لكن اروح احط دلوقتي 3 4 مليون ليه؟ حتى لو في فرق 2 مليون مثلا في السعر. فالموضوع ما بقاش جايب همه خالص للمشتري. المشتري بيحسبها كده، حط نفسك مكانه. انا لو مشتري النهارده ليه اروح اشتري من واحد حتى لو اقل من الماركت برايس ب 2 3 مليون جنيه؟ ما احنا عارفين الماركت برايس ده اصلا مش حقيقي، عشان بتحمل فيه فايده. بافتراض يا عم، بافتراض بقى ان انا بقيت مجنون رسمي ومش حاسبها خالص واهبل، ورحت دفعت مصاريف التنازل 5%، وهدفع البالك ده. اللي بيبيع بيروح بقى يدفع حاجه اسمها تصرفات عقاريه. وده المطورين كتير دلوقتي بيفرضوا على البايع: قبل يا حبيبي ما تيجي واحجز لك ميعاد للتنازل، لازم حضرتك تروح تجيب خبير ضريبي يعمل تقييم للضريبه العقاريه بتاعت الوحده اللي انت بتبيعها. فالوحده بتاعتك مثلا آه هو جه ايامها ب 10 مليون جنيه برضه للتسهيل، هيحسب لك 2.5%، يعني 250 الف جنيه. لازم يتحصلوا او يدفعوا، ويطلع لك اقرار ضريبي ان انت دفعت زي فاتوره كده او ايصال، ويطلع لك اقرار ضريبي ان انت دفعت الضريبه قبل ما المطور اصلا يفكر ان هو يعمل لك ايه؟ طلب التنازل او يمشي في البروسيس دي. فكل ده انا بشرحه لكم للناس اللي ما تعرفش البروسيس. خلاص انا كده شرحت لكم معظم الحاجات اللي الناس بتقع فيها. خلاص اتمنى ان انا اكون كده غطيت معظم الحاجات. لو في حاجات تانية عايزين تعرفوها يا ريت تقولوا لي. وده من واقع مستهلك برضو، انا ولا خبير قانوني ولا انا مطور عقاري ولا انا بروكر، انا بشرح لكم تجربه شخصيه حصلت معايا. وللناس اللي باعت زمان، للاسف القانون بيقول ريترو اكتيف من اول 2013. فانا ما اعرفش حد عمل حاجه زي كده ولا لا، وما اعرفش الحكومه بتشوف التسلسل التنازل عند المطور. خدوا بالكم ان الشقق دي مش متسجله، وفي كده لغط انا مش فاهمه من الناحيه القانونيه. هل الحاجات القديمه دي اللي ما كانتش ساعتها الحكومه بتطبق عليها الضريبه العقاريه، مع ان القانون نزل من 2013 ولكن ما كانش مطبق، وهم قالوا ان هم هيطبقوه ريترو اكتيف يعني بشكل رجعي او باثر رجعي. فهل هم هيرجعوا للناس كلها اللي بعت من 2013 لغايه دلوقتي يشوفوا مين اللي عمل تنازل جوه المطور ولا لا؟ وهل المطورين هيبلغوا عن كل الناس ولا لا؟ دي بقى انا ما اعرفهاش. ف ودي حاولت اسال فيها، تضاربت الاقاويل، ناس بيقولوا اه، ناس بيقولوا لا، ناس اصلا الحكومه اصلا مش شايفه اول شاري او شايفه اخر واحد بس، اللي هو اتسجل باسم الشقه او اللي هو خلص الشقه واستلمها. ففي لغط كتير. ده اللي بالنسبه للي ما تسلمش او اللي كان لسه عليه اقساط. بالنسبه بقى اللي اتسلم برضو ما اعرفش، يعني اختلفت الاقاويل برضو. فدي هي يمكن النقطه الوحيده اللي انا لسه مش فاهمها او مش عارف امسكها، عشان سمعت فيها اراء مختلفه. نسيت اقول لكم،
مصاريف الصيانة تروح ما بين 5 ل 6% للي ما يعرفش. فأنت بتدفع 10 مليون جنيه في الوحدة، 6% بتاعتها يعني 600,000 جنيه. بينما اللي اشترى من سنتين ب 5 مليون جنيه وديعة الصيانة بتاعته 300,000 جنيه. ده توضيح، وده مش أرقام منطقية خالص، عشان خاطر أنت في الآخر بتحسب النسبة دي من رقم إجمالي متحمل فيه فايدة لا تقل عن 60%. لما جيت انا اشتريت من 3 4 سنين كانت الفايده مثلا 12%، بينما ان انا النهارده بشتري الوحده دي بفايده مثلا 24%. في 6 سنين متحملها مثلا 70% فايده. فانت ليه بتحاسبني وديعه الصيانه بنفس المنطق؟ يعني حاجه غريبه جدا، يعني انا مش قادر افهمها. ما علينا. احد البنود برضو اللي هو بيبقى حاططها المطور، كنت هنساها، ان هو لو اتاخر في التسليم بيدي لنفسه فتره سماح سنه على الاقل تاخير. وحتى لو تجاوزها مفيش حاجه في العقد بتنص على تعويض ليك. يعني هو بيقول لك ان انا من حقي ان انا اتاخر سنه، بس طب لو ما اتاخر اكتر من سنه ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه. هل تقدر تقاضيه؟ ابقى قابلني، مش هتعرف توصل معاه لحاجه، عشان هو مش حاطط بند في العقد بيقول ايه اللي يحصل لو انت اتاخرت عن السنه. هل هتعوضني مثلا بوحده تانية ايجار؟ هتعوضني بقيمتها ايجار؟ هل انت هتخصم حاجه من الفلوس اللي عليا؟ هل اي حاجه؟ كله ودي. انت وشطارتك، انت وعلاقاتك جوه المطور. العكس بقى مش صحيح. تعال انت بقى اتاخر، هو اللي ماسكك من بقى ايه، ليه الابر هاند زي ما بيقولوا، هو اللي ماسكك من ايدك اللي بتوجعك. اتاخرت يا حبيبي، شيك رد. طب ماشي، نحاول مع بعض، وخلينا برضو نكون فير. غالبا عشان هو بيبقى عايز الكاش فلو بتاعك، عشان هو شايفك عباره عن، انا اسف في اللفظ، يعني زجيبه فلوس. زي ما الترمينولوجي بالانجليزي كاش كاو، ايه، بيحصل منه فلوس. فهو من مصلحته انه يفضل يحصل منك الى الابد. هو مش عايزك ترجع، هو عايزك تفضل تسدد في فلوس، هو عايز كاش فلو. خلاص. فبيديك فرصه واتنين. بس هو من حقه في العقد ان هو يسحب منك الوحده. ولما يجي يرجع لك الفلوس هيخصم منها زي ما قلنا 10%، وكمان هيرجعها لك بالقسط. مش انت دفعت لي فلوسي بالقسط؟ طب انا هرجع لك بالقسط. برضو انت وشطارتك. بس زي ما قلت، للحق، هو بيدي فرصه واثنين وثلاثه. ليه؟ عشان هو عايزك، مش حبا فيك خالص. هو ما بيحبكش، هو شايفك مجرد ايه، مكنه فلوس او سيوله، عشان خاطر هو يعرف يكمل المشروع. حد هيجي يسالني يقول لي طب هل في حاجه طريقه ان احنا نتفادى الكلام ده؟ الاجابه لا. مش هتعرف تكسب المطور طالما انت رحت له برجلك. فانت موافق على اللي هو هيعمله فيك. هي دي مشكلتي مع المطورين، ان حتى هو ما بيديش مساحه للنقاش او للنيجوشيشن زي ما بيقولوا. هو قانون قطعي، انا هنفذه عليك وعلى كل الناس، ما تحاولش معايا. هل بيعملوا استثناءات؟ اكيد بيعملوا استثناءات، بس مش ليا وليك. اكيد. يعني انا من الناس اللي مؤمنه في الحياه ان كل حاجه فيها استثناءات. في قواعد بتطبق على الاغلبيه، ولكن دايما في استثناءات. هل انت هتبقى شاطر ان انت تعمل لك استثناء؟ حط في دماغك كده بنسبه 99.9 لو انت مش عضو مجلس شعب او وزير او راجل مهم جدا في الدوله او حد هم بيحاولوا يرضوه، مش هيرضوك ليه؟ يعني عادي. هم بيتعاملوا مع الناس اللي بتشتري يلا امشي، ويجي يوقف في 100 واحد مستنيين غيرك. ده خدوا بالكم الاتيتيود ده السنين اللي فاتت، اللي جايه أنا ما اعرفش. بس هم هيفضلوا متمسكين بالبرستيج وبالمنزله اللي هم وكانوا واخدينها اخر 3 4 سنين. فما تحاولش ان انت تغير حاجه. طالما انت رحت وقبلت، يبقى تقبل بكله، عشان برضه عشان اوفر عليك المشوار.